في غرب ايرلندا كان في غابه مش موجوده على اي خريطه. القصص بتقول ان الغابه دي بتشد الناس اللي تاههم وما بتخليش حد يخرج منها ابدا. جون كان بيجري جواها هو بيحاول يلاقي طريقه للخروج قبل ما الليل يجي. ساعته كانت وقفت وكل شويه يرجع لنفس المكان، وكمان في علامات كتيره مكتوب عليها نقطه اللا عوده بارقام مختلفه. فجاه لقى مجموعه من الطيور بتطير فوقه، ولما بص حواليه لقى ان الليل قرب، فحاول يطلع على شجره علشان يستخبى، لكن للاسف الفرع اتكسر ووقع. جون حاول يدور في شنطته على سكينه علشان يدافع بيها عن نفسه، لكن قبل ما يقدر يعمل كده ظهر مخلوق غامض وسحبه بعيد. في نفس الوقت مينا كانت شغاله في محل لبيع الحيوانات الاليفه، وهي في الاصل فنانه امريكيه. في يوم من الايام بعد الظهر مديرها عرفها على طائر لازم يتنقل لحديقه حيوان في مدينه تانية، وطلب منها انها توصل الطائر. مينا سمت الطائر داروين، وقبل ما تاخده معاها البيت قالت له ان النهارده الذكرى السنويه ال15 لوفاه امها، وعلشان كده هتخرج بالليل علشان تنسى. فلبست باروكه وراحت حانه باسم مزيف ووظيفه مزيفه علشان تقابل شباب. وتاني يوم الصبح كانت بتكلم داروين وطلبت منه انه ما يحكمش عليها، وشرحت له انها بتحب تلعب بالملابس والشخصيات لانها بتحس ان شخصياتها الحقيقيه مش محبوبه. مينا خرجت من المدينه بالعربيه بتاعتها علشان توصل الطائر، وكانت سايقه في الريف وما وقفتش غير لما احتاجت بنزين. وقت الرحله مينا جات لها مكالمه من اختها التوأم، بس مينا ما ردتش عليها وفضلت تسمع الرساله الصوتيه بدل ما ترد. في الرساله اختها كانت بتتكلم معاها علشان ما راحتش الذكرى السنويه ال15 لوفاه امها، وقالت لها انها لازم تبطل تتجاهل عيلتها. مينا برضه ما اهتمتش بالرساله الصوتيه وسقت عربيتها بعيد من غير ما تاخد بالها من اللوحه اللي عليها صور ناس مفقودين جنب الغابه. بعد شويه مينا دخلت الغابه وما عرفتش المنطقه اللي هي فيها. فجاه الموبايل بتاعها والراديو بتاع العربيه بداوا يتعطلوا، وبعدها العربيه وقفت تماما وفضلت مينا متعلقه في المكان. نزلت من العربيه ولقت علامه مكتوب عليها نقطه اللا عوده، فكرت ان في حد عايش قريب من هنا. مينا رجعت للعربيه علشان تاخد شنطتها وداروين وبدات تمشي وتطلب المساعده، لكن محدش رد عليها وقررت ترجع. لكن لما بصت وراها العربيه كانت اختفت. دلوقتي مفيش قدامها غير انها تكمل مشي وتدور على طريقه للخروج. لما الليل جه فجاه لقت مجموعه من الطيور طايره فوقيها وسمعت اصوات لحد ما شافت ست عجوزه بتجري قريب منها. مينا كانت يائسه فبدات تجري وراها وشافتها بتدخل مبنى، والست العجوزه قالت لها يلا بسرعه لو عايزه تعيشي. فمينا عملت كده بالظبط ودخلت جوه المبنى واكتشفت ان في كمان اتنين جوه. الست العجوزه قالت لها انها اسمها مادلين، والاتنين التانيين دولت اسمهم سيارا ودانيال. كانوا مسمين المبنى القفص وانهم ضاعوا في الغابه برضه، علشان كده بيستخبوا في المكان ده. المجموعه سحبوا مينا ناحيه شباك شبه المرايه، ومادلين بدات تشرح لها ان المخلوقات اللي بره دي اسمهم المراقبين، كانوا بيجوا كل ليله علشان يتفرجوا عليهم من ورا الشباك ويمشوا تاني لما الشمس تغيب. مادلين خلت مينا تاخد خطوه لقدام، وساعتها سمعوا المراقبين بيسقفوا وكانهم بيرحبوا بالعرض. بعد كده مينا قعدت تبص في الشباك اللي زي المرايه وهي بتفكر في امها. تاني يوم الصبح مينا طلعت من القفص متجاهله تعذيرات الناس التانيه اللي معاها، وهي ماشيه في الغابه سمعت صوت بينادي اسمها وشافت بنت من بعيد. مينا اتخضت وبدات تجري لحد ما وصلت لقمه الجبل، وهناك فهمت انها في نص غابه ضخمه ملهاش نهايه. لما مينا رجعت مادلين قالت لها انهم كلهم كانوا بيحاولوا يخرجوا من الغابه لكن محدش قدر. الغابه دي بتخلي الناس تتجنن وتهلوس. العلامات اللي موجوده عباره عن معالم محطوطه في الغابه على شكل دوائر حوالين القفص، المكان اللي هم بيستخبوا فيه، وكل علامه بتبعد عن القفص نص يوم، وهي عباره عن حدود لو حد خرج منها مش هيعرف يرجع تاني. العلامات دي اتبنت على ايد شخص اسمه الاستاذ. مينا ما عندهاش خيار تاني غير انها ترجع مع الباقيين للقفص. وبالليل دانيال عمل خطاب علشان يعلن ان مينا رجعت للبرنامج، وسيارا بدات تعزف شويه مزيكا علشان ترقص قدام المراقبين، ولقى شويه اسطوانات لبرنامج فمينا حاولت تشغل نفسها بيه ولاحظت اسم الاستاذ على ظهر الصندوق. تاني يوم الصبح المجموعه خرجت تدور على اكل، والسيارا بدات تعلم مينا ازاي تتعرف على النباتات الطبيه. سيارا قالت لها ان دانيال بيجي له صداع كتير وكان بيحبها، وعلى حسب كلامها جون هو جوز سيارا. سيارا كمان شاركت نظريه مادلين ان لو حد شاف واحد من المراقبين ممكن يتجنن. بعد كده سيارا ورتها جحر في الارض وشرحت لها ان في مجموعه من الجحور دي منتشره في الغابه. الجحور دي متوصله ببعض تحت الارض في شبكه انفاق، وده المكان اللي بيعيشوا فيه المراقبين بالنهار. مينا اتصدمت لما سيارا اعترفت انها وجون وصلوا هنا من حوالي 5 شهور. وفي وقت الغداء مادلين علمت مينا قواعد ازاي تفضل عايشه في المكان ده. كان لازم ما يلفوش ظهرهم للمرايه ابدا، وما يفتحوش الباب بالليل، وما يقربوش من الجحور، ولازم دايما يكونوا في الضوء. الثلاثه قعدوا يقروا القواعد مع بعض بطريقه تخوف. ومع مرور الايام مينا كانت بتحاول تشغل نفسها، كانت بتتفرج على برنامج وكانت بترسم في دفتر ملاحظاتها، وبالليل كانت مركزه في المرايه وسمعت صوت جاي من بره لكنها كانت مش متاكده. وفي ليله من الليالي راحت لسريرها بدري، بس المخلوقات بره بدات تزقر وتصرخ، فمادلين خلتها تفضل تبص في المرايه لحد ما المخلوقات تهدى. بعد كده دانيال راح يشوف الافخاخ اللي بيحطوها علشان يصطاد الحيوانات، وقال انه كان بيصطاد مع جون. مينا كانت دايما شايفه البنت الصغيره في الغابه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. دانيال قال لمينا ان مادلين كانت مدرسه في الجامعه وعلشان كده هي فاكره انها بتعرف كل حاجه، وقال لها كمان انه هنا بقاله 8 شهور. مينا استغربت انه ما شافش مراقب قبل كده. دانيال ومينا اعترفوا انهم مش متاكدين من قصه مادلين، فمينا اقترحت انهم يروحوا يشوفوا جحر، واتجاهلت اعتراضات دانيال اللي كانت مخيفه، فاستخدموا حبل كان ماسكه دانيال. مينا نزلت الجحر وبصت حواليها لما استخدمت الولاعه، لقت حاجات كتيره مهجوره زي جريده من سنه 1992 وكاميرا فيديو وارنب لعبه، كمان كان في عجله. مينا ربطتها لدانيال بالحبل. في اللحظه دي مينا سمعت صوت غريب جاي من الضلمه، فبدات تنادي على دانيال لكنه ما ردش. فجاه بتظهر من الضلمه ايد ب6 اصابع وهي بتتكلم لغه غريبه. مينا صرخت تاني فبنزل لها
الحبل اخيرا. بعد شويه مينا بتوري لسيارة ومادلين الحاجات اللي هم طلعوها من الحفره، وبتقول انهم لقوا حاجات تحت صخره كبيره. مينا فكرت ان العجله ممكن تساعدهم يهربوا، بس مادلين مش موافقه وبتقول انها شافت حاجات، وبتفضل تسال مينا عن الموضوع، بس مينا انكرت انها شافت حاجه. في الوقت ده دانيال بيوصل الكاميرا بالكهرباء، وبيوضح ان الاستاذ اكيد هو اللي ركبها لما بنى المكان ده، وبيوصل التلفزيون كمان. بقى عندهم نظام مراقبه. وفي الليله دي المجموعه قعدت مستنيه اي حاجه تظهر على الشاشه. فجاه سياره سمعت صوت وظهرت رجلين شخص على الكاميرا، وكان حد بيخبط على الباب. الشخص ده بيتكلم وسياره اتحمست لما سمعت صوت جون اللي كان بيتوسل لهم انهم يفتحوا الباب. فمادلين منعت ده على طول، وفكرت سياره ان المراقبين ممكن يعملوا حيل علشان يغروهم. جون كان لسه بيتوسل وقال انه مصاب، وبدات خناقه اجبرت مادلين انها تخلي مينا ودانيال يعترفوا انهم لعبوا في واحد من الجحور. سياره كانت لسه عايزه تنقذ جوزها، فمادلين قالت لها تساله عن حاجه محدش يعرفها غيره. للاسف جون فشل في انه يفتكر الكتاب اللي مادلين بتقراه رغم انهم اشتروه مع بعض. سياره مش مصدقه اللي بيحصل، وبتطلب من جون انه يوريها وشه قدام الكاميرا. في اللحظه دي جون بيظهر على الشاشه وبيطلب المساعده قبل ما حد يسحبه بعيد. بعدين حاجه خبطت في الكاميرا وكسرتها. المجموعه جرت تقف قدام المرايه، والمراقب اللي بره زعلان وبيضرب المرايه لحد ما اتشرخت. تاني يوم الصبح مادلين رجعت العجله للجحر على امل انها تهدي المراقبين، ومينا قالت خلاص مش هتخالف القوانين تاني. وفي الجحر العجله اتسحبت في الظلام. لما بنرجع فلاش باك بنشوف مينا وهي صغيره في رحله بالعربيه مع اختها وامها، وبتكشف ان البنت الصغيره في الغابه كانت شبهها في الوقت ده. مينا فضلت تخالف القوانين لحد ما حصلت خناقه بينها وبين امها اللي قفلت الشباك على صوابع مينا. صراخ مينا شتت انتباه امها وده خلى العربيه تتقلب. وفي الوقت الحاضر مينا كانت لسه بترسم العلامات وبتكتب تعليقات، وبتقول ان الغابه بتلعب بعقلها قبل ما تعلم الاشجار اللي في حاصتها. الاسابيع كانت بتمر والايام بتبقى ابرد واقصر. كل الناس فقدوا الامل في الهروب. مينا سمعت مادلين وهي بتنتقد دانيال وبتوبخه علشان ما اصطادش اي حاجه بقاله فتره وانهم ممكن يجوعوا قريب. وفي القفص سياره بتتجاهل كل اللي بيحصل لما كانت بتتفرج على البرنامج، ومينا مستمره في الرسم على الارض. فجاه مينا لاحظت ان سياره اختفت، فجرت مينا للغابه ولقت سياره واقفه عند جحر وبتفكر انها تنهي حياتها علشان تبقى مع جون تاني. في اللحظه دي سمعوا صراخ وراحوا وراه لحد ما لقوا دانيال بيربط مادلين. كانت بتقول ان دانيال فقد عقله، لكن دانيال قال انهم بيلعبوا بقواعدهم. قبل ما يرجعوا القفص سياره بتلاحقه، لكن مينا بتفضل علشان تحرر مادلين. بعد كده رجعوا الاثنين للقفص ولقوا ان دانيال وسياره قفلوا الباب. الطيور بدات تطير حواليهم، فما كانش قدامهم خيار غير انهم يجروا ويستخبوا جوه واحد من الفخاخ اللي كان له ريحه وحشه جدا علشان تخفي ريحتهم. وقت ما كان سياره ودانيال واقفين قدام المرايه ظهر مراقب اخيرا فوق الفخ، لكنه ما قدرش يكتشف مكانهم وجري ناحيه القفص ووقف بكامل طوله وزقر علشان يجمع المراقبين. ولما قربوا من القفص دانيال قال لهم ان في 2 مفقودين. فالمراقبين راحوا يدوروا عليهم. بعد ما بقت المنطقه حوالين القفص فاضيه مينا ومادلين جريوا للباب وطلبوا الرحمه. مينا بدات تحكي قصتها وازاي اتسببت في وفاه امها وانها ما تقدرش تعيش وهي حاسه بالذنب، وقالت لدانيال انه هيطاردوا نفس الذنب. الباب اتفتح اخيرا والاثنين دخلوا بسرعه قبل ما يقفلوا الباب تاني. مادلين وبخت دانيال فورا وقالت له انه كان المفروض تقتله من شهور، لكن دلوقتي الاهم هو ازاي يتعاملوا مع المراقبين. المجموعه وقفت قدام المرايه ومادلين وضحت انها كانت بتدرس الاساطير. هي جت للغابه علشان تعمل بحث، وفي اول ليله شافت مراقب يشبهها لكنه كان مشوه. المراقبين كانوا بيظهروا في قصص كتير وكان اسمهم المتحولين او الجنيات. هم عايزين يراقبوا البشر علشان يدرسوهم ويبقوا زيهم في النهايه. فجاه واحد من المراقبين بدا يخبط على الباب وقالت صوت سياره وهو بيطلب المساعده. بسرعه بدا المراقبين يطلعوا فوق القفص وهم بيقلدوا اصوات البشر علشان يحاولوا يغروهم. بعد ما المجموعه دفعت ترابيزه قدام الباب سمعوا صوت غريب ولاحظوا مربع على الارض تحت السجاده. دانيال ضرب الباب لحد ما فتح واكتشفوا مخبأ. المجموعه نزلت على الفور وقفلوا الفتحه قبل ما المراقبين يدخلوا القفص. لما شغلوا الاضواء لقوا المكان اللي كان بيشتغل فيه الاستاذ. المكان كان مليان ملفات وكتب واكل اللي هيكفيهم يعيشوا لفتره طويله. كمان كان في جهاز كمبيوتر قديم جدا مش متوصل بالنت، لكن مينا لقت سلسله من الفيديوهات اللي بدات في 2009 الاستاذ روري كان بيشرح فيها مدى انبهاره بالمخلوقات دي اللي بتبص عليه من خلال الشباك. كل فيديو كان بيظهر ازاي روري بيفقد عقله، وفي النهايه بيعترف ان الاشخاص اللي استاجرهم علشان يبنوا القفص ده كانوا بيتقتلوا على ايد المراقبين كل يوم. وفي فيديو تاني الاستاذ قال انه شاف المراقب بشكل بنت صغيره وبيسال نفسه لو البشر قادرين يستفيدوا من القوه دي. في التسجيل اللي بعده روري بيكشف انه قدر يمسك المراقب وحاول يصاحبه، بس المخلوق كان غضبان جدا. وفي تسجيل فيديو تاني في اليوم ال300 اعترف روري انه اتهزم. هو خطط يقتل المراقب وينهي حياته، وكان سايب رساله في حاله لو حد لقاها. روري كان سايب مركب على النهر بعد العلامه 134 اللي ممكن يلاقوها لما تتبعوا الطيور، وكمان طلب من اللي هيشوف الفيديو يروح مكتبه في الجامعه ويدمر كل حاجته. مينا بكت وهي بتسمع التسجيل. المجموعه وافقت تمشي بالمركب الصبح، فالسياره احتفلت وعزفت شويه موسيقى. سياره حاولت تقنع دانيال يرقص معاها بس كان مكتئب جدا، ووضح انه تاه في الغابه بعد ما هرب من ابوه اللي كان بيعامله بطريقه سيئه. سياره وعدته انه يقدر يبقى معاها لما يهربوا. تاني يوم الصبح المجموعه اتبعت علامات مينا لحد ما لقوا العلامه 134 وهناك حرروا داروين وبداوا يتتبعوه في الغابه. وفي النهايه لقوا علامه على الارض. مادلين وضحت ان هو ده المكان اللي اتسجن فيه الجنيات بعد ما خسروا حربهم ضد البشر. من وقتها هم بيحاولوا يرجعوا بس فقدوا اجنحتهم وسحرهم، فدلوقتي مش بيقدروا يتحملوا الشمس. المجموعه كانت لسه في طريقها ومينا كانت لسه بتشوف البنات الصغيره. بسرعه بدا المطر ينزل والطيور بدات تطير حواليهم وده معناه ان الليل قرب. المجموعه سمعت المراقبين جايين عليهم فجريوا بسرعه لحد ما
ما وصلوا للنهر فركبوا المركب، لكن دانيال سمع صوت جون واتجمد في مكانه. بعد ثواني بيظهر دانيال وهو بيسحب جون للشاطئ، والسياره حاولت تحذره لانه مش حقيقي، لكن بعد فوات الاوان جون غير شكله وقتل دانيال بمخالبه، وكان المراقبين واقفين حواليه هما بيبصوا على الثلاثه وهما بيبعدهم. مادلين قالت لهم ما يقلقوش لان المراقبين مش بيخرجوا من الغابه. تاني يوم الصبح كان لقوا اخيرا جسر وطلعوا عليه واستنوا الاتوبيس، ولحسن الحظ السواق سمح لهم يدخلهم وقدروا يرتاحوا في الطريق وهم راجعين للمدينه. بعدين مينا وهي بتستحمى افتكرت وفاه امها لما كانت واقعه في وسط الشارع، واختها بتنادى عليها وبتظهر جروح في وشها. تاني يوم مينا راحت الجامعه علشان تحقق امنيه روري الاخيره، واتظهرت انها بنت اخته، فلقت مخطط القفص والنسخه الاولى من بحث عن المراقبين وجهاز تسجيل فيه بحوث روري اللي كانت متسجله في الفيديو. مينا كانت بتشوف في لوحه فنيه ضخمه ان قبل الحرب كانت الجنيات عايشه بسلام مع البشر، الازواج دول انجبوا اولاد كانوا بيقدروا يعيشوا تحت الشمس. روري كان مفكر انهم لسه مستخبين في المجتمع زي البشر، ولقت كمان صوره بتصدمها. وبالليل مينا زارت سياره وورتها الصور اللي لقيتها، واكتشفت ان مادلين كانت زوجة روري بس ماتت سنه 2001 بسبب سرطان الرئه. مينا استنتجت ان روري حاول يستخدم المراقب اللي سيطر عليه علشان يرجع زوجته. بعد كده المراقب بقى مادلين اللي قابلوها. في اللحظه دي وصلت السياره الحقيقيه البيت، وده معناه انه مراقب مادلين كان بيتظاهر انه سياره طول الوقت. دخلت السياره الحقيقيه البيت، والمراقب اللي كان على السقف اتحول وبقى جون، واستخدم صوته علشان يشتت انتباه السياره وضربها لحد ما فقدت وعيها. مينا حاولت تهرب بس المراقب لحقها وبدا يرميها وهو بيشتكي من البشر. اتحول لشكل دانيال. المرايه اتكسرت لما مينا وقعت عليها ومسكت قطعه ازاز علشان تدافع بيها عن نفسها، بس المراقب سحبها بعيد وشكرها على مساعدتها تهرب من الغابه. بعد كده المراقب خرج اتحول لشكل مادلين، وقالوا انه كان دايما عايز يخرج من الغابه علشان المراقبين التانيين كانوا بيستهزئوا بيه لانه بيقدر يمشي تحت الشمس، فقرر يروح للاستاذ علشان يساعده يهرب. لكن لما الاستاذ حاول يضرب عليه نار المراقب قتله، وفي خلال ثواني المراقب اتحول لشكل روري وبعدين شكل مينا واخد شخصيتها الحقيقيه ومسك رقبتها علشان يقتلها وياخد جسمها. مينا اعترفت ان روري كان عنده سر، فالمراقب سابها علشان تتكلم وقالت ان في كتير منهم عايشين وسط البشر. المراقب فهم ان هو عايز زي مادلين، كان قادر يحس بالمشاعر زي الانسان بسبب دمه المختلط، وفجاه جسمه اتحول وبقى فيه جناحات، فطار ونزل على السطح وقال لمينا انه بيتمنى ان في حد يشبهه قبل ما يطير بعيد. بعد كده مينا اطمنت على السياره وراحت اخيرا زارت اختها واولادها، وكمان حكت عن تجربتها في الغابه وقالت انها حاسه ان مادلين بتتجسس عليها وسط الناس، والشكل بيبقى مختلف بس معظم الوقت كان شكل بنت صغيره زي اللي شافها روري. ومن الشباك داروين كان بيبص على الشارع وكان المراقب بيبص عليه تاني. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.